السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. فيما يخص موضوع الملح اللي راهو داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين تطور جديد لازم نعرفوه كامل. الخبر اللي كان متداول بخصوص سحب المنتوج خرج في بيان سابق، لكن اليوم راهي كاينة توضيحات رسمية جديدة. منظمة حماية المستهلك راهي خرجت ببيان توضيحي واعتذرت فيه وأكدت بلي المنشور المتداول بخصوص سحب الملح خبر غير صحيح. المنظمة راهي وضحت بلي ما كانش قرار جديد بسحب المنتوج من الأسواق، وما كانش تحذير رسمي جديد في هذا الشأن. وأكدت بلي المعلومات اللي تم تداولها كانت غير دقيقة. هنا لازم نكون واعيين في عصر السوشيال ميديا، خبر واحد يقدر ينتشر بسرعة كبيرة، بصح التوضيح لازم ينتشر بنفس السرعة باش ما يبقاش الناس في شك. المهم اليوم أنه الصورة توضحت والمنظمة نفسها اعتذرت وصحت المعلومة. هدفنا دايما هو نقل الحقيقة، وإذا يكون أي تطور جديد نرجع نوافيكم به. قولوا لي في التعليقات وش رايكم في سرعة انتشار الأخبار قبل التأكد منها. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد بالمصداقية والوضوح.